عليكم، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. ورجعت اليوم وياكم بفيديو جديد. هو فيديو صينية دجاج بالبطاطا او البوتيتا. طبعا انا هسه كل شي ما راح اخلي لها حتى لا تدوخون. نبدي اول مرحلة هي الدجاج. عندي انا جايبة هاي القطع الدجاج، هذه القطع مالت الدجاج. انتم بكيفكم، اللي يريد افخاذ، اللي يريد قطع دجاج، اللي يريد دجاجة كاملة. عندي هذه الدجاج او هذا الدجاج، وعندي هاي البوتيتا اني مقشرتها مقطعتها ومخليتها بالمي. وراح نبدي اول خطوة وياكم حتى تشوفون. الدجاج ما راح اخلي له كل شي غير بس الملح، شوية ملح، وادخله فرن. كل شي ما حخلي له. بالمرحلة الثانية حشوفكم ايش حخليه، شلون حسويها واكملها. هسه هذه طبعا بدون زيت بدون اي شي. اصفط هنا الدجاج او قطع الدجاج وادخلها فرن بهالشكل هذا. حدخلها فرن وحدها هذه. بين ما ادخلها فرن وقريب ما تستوي، اني هذه حقليه بزيت غزير جدا. عندي القلايه، هسه نشوف شلون راح اقلي. حبيباتي هسه هذه البوتيتا اقليها اني طبعا، واللي ما عندها قلايه من هذه تقدر بالطاوه العاديه، بس تخلي شويه شويه حتى تستوي البوتيتا كلها. انتظر على البوتيتا اني الى ان تستوي، بين ما يستوي الدجاج اللي خليته بالفرن. هذه هسه تخلص نشوف شكلها اني وياكم وانا تتقلى. حبايب هسه هذا الدجاج استوى عندي بهالشكل هذا. هذه البوتيتا قليتها صارت استوت، اذا شوفوها لينه. هسه افرش البوتيتا عليها. هيك اخليه بالتساوي. حتى اقول لكم التوابل مالتها شنية. اخلي على جهة هسه هذا التوابل مالتها. بس تعالي هنا. طبعا كل القياس انا قايسته بهذه الملعقة، بهذه الملعقة اللي هي تصير اكبر من مالت الشاي، الخاشوقة الوسط، خاشوقة كوب. المكونات هي 4 سنون ثوم هارسته، 4 ملح، بهار دجاج، فلفل اسود حار، بابريكا حلوة، كركم، زنجبيل، ونص ليمونة طبعا، وخل. وراح اذكرهن كلهن هذني بصندوق الوصف حتى لا تنسوهن. هسه ابدي اخلط بيهم هنا. اخلي الثوم واخلي الزنجبيل واخلي الملح، لان انا خاله ملح للدجاج، والملح حسب الرغبة. واللي ما يحب اي مكون من هذين البهارات يقدر يستغني عنه او يبدله بغير شيء. بس هي هاي البهارات هي خاصة لهذه الصحن او هذا البايركس اللي هو دجاج بالبوتيتا ودجاج بالبطاطا. بس اخلي خل. طبعا الخل يعطيها حموضة وبنفس الوقت يعطي طعم. واخلي ليمون، اعصر الليمونة. ونسيت اقول لكم بنات، فد خاشوقتين زيت مو اكثر، حتى يصير وجهها من فوق يلمع. فد خاشوقتين زيت اخلي. هاي فد 2 زيت. واخلطها.
اكيد تعودتوا على صوت القطار وياي. هذا القطار يفوت من يم البيت بصف المطبخ يفوت. طبعا وما اعرف اني اصور، سبحان الله، اني ابدي اصور يجي القطار اثنين، واحد جاي واحد رايح. هسه ابدي اخلي التتبيله على كل الدجاج والبوتيتا هالشكل هذا. وامانه اللي يجربها ويسويها يكتب لي بالتعليقات حتى اعرف شنو رايكم بيها، طيبه او لا. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. ومثل ما قلت لكم سلسله حلقات من مطبخ ذكرى على مود رمضان. هسه هذه راح ارجعها للفرن ينشوي الوجه مالتها واطلعها ونشوف شكلها النهائي اني وياكم. حبايبي هسه هذا خلاص عندنا التبسي مال اليوم، تبسي الدجاج بالبطاطا والتبسي الدجاج بالبوتيتا. طبعا هذا انا كملته، وهنا انا طابخه تمن، بعد تمن هاو طابخه وياه تمن شعريه. وعندنا تبسي مال باذنجان او مرقه باذنجان من البارحه، ونعمه من الله، خير وفضل، الحمد لله والشكر. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. وشوفوا الصلصه مالته نزلت، بعد الصلصه مالته يعني يصير ناشف هو هيجي، وما يتقدم هو بصحن لو بماعون، يعني هو تبسي على ما يتقدم بالبايركس او بالتبسي. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم، ولا تنسونا باللايك والاشتراك بالقناه.